سيرة الشهداء في الكنيسة هي أروع شهادة لإنجيل ربنا يسوع المسيح. هؤلاء الذين عبروا عن محبتهم للسيد المسيح حتى الدم. وبالتأكيد معروف يا إخوتي كما قال أحد الآباء أن دماء الشهداء هي بذار الكنيسة. يمكن احنا بعدنا حقبة زمنية طويلة عن حياة هؤلاء الشهداء، وابتدأت ملامح صورتهم تغيب عن ذهننا، لكن هيفضل الإنجيل كما هو: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فاحذروا من الناس، لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الأب ولده، وتقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. رغم ضعف حياتنا الروحية، لكن هيظل الإنجيل كما هو، حرف واحد منه مش هيتغير: يسلمونكم إلى مجامع، ويسلمونكم إلى الموت، وتبقوا مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. في الواقع احنا لو حاولنا نعرف ايه اللي قاله ربنا يسوع عن الكنيسة، قال بصراحة الكلام اللي بنسمعه النهاردة: تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ومن الجميع هنا كلمة واسعة خالص. من الجميع مش يعني مش من الإنسان اللي هو مش متفق معايا في الرأي أو في العقيدة، ده هو هنا بيتكلم عن بغضة الأب والأولاد والأمهات، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. تعالوا نعيش في الواقع بتاعنا النهاردة، بلاش نقعد نحكي عن حياة هؤلاء الشهداء وبس. احنا بنعيش عيشتهم عشان نقول احنا اولاد الشهداء. تقول لي يعني ما هو لو احنا مرينا في ظروفهم كان ممكن برضو نعيش هذا العيش. اقول لك طيب نسأل نفسينا، احنا بنحتمل بعض، بلاش هقول نحتمل مرارة الاستشهاد، هقول نحتمل بعض حتى في بيوتنا، حتى الزوج مع زوجته، حتى الاخ مع اخيه. تقول لا ما احنا نقدرش، دي حاجات بسيطه. اقول لك هم دول احتملوا ايه؟ اذا كنت ماشي في طريق الاستشهاد فالاستشهاد احتمال. طيب كمان الاستشهاد حب للمسيح. لا هو انا بحب المسيح، هم بيحبوا حتى الدم. طب جميل، ما هي علامات محبتي للمسيح؟ الذي يحبني يحفظ وصاياي. وصايا يسوع ثقيله، وصايا يسوع ثقيله. واحد بقى عجبه حياة الاستشهاد يجي فاتح الإنجيل وأصعب وصية يجي واخدها والبنعمة المسيح نفسها دي صعبة عليك. لا ما أنا استشهد فيها. أنت تفتكر يعني بس الشهداء دول هم اللي قطعت رقبتهم؟ ده في شهداء من أصناف كتيرة خالص. القديس أبو مقار شاف مكسوس ودماديس من محبتهم لربنا ما بيدوش لجسدهم راحة وطول الليل سهرين بيصلوا، لما ماتوا سماهم شهداء. ده سمعان الخراز لما جات له البنت عشان تعكسه قال لها ايه اللي عاجبك فيا؟ قالت له عجباني فيك في عينيك. قال لها طيب. جه واخد المخراج اللي في ايده وقال انا عثرتك عينك فاقلعها، وانا عيني ليه تعشرك؟ صور من الاستشهاد دي ولا ايه رايك؟ اذا الباب مفتوح، ومش هقول لك تقطع رقبتك ولا اقول لك تقلع عينك، ولكن وصية يسوع محبتك للمسيح تخليك ايه؟ تنفذها. الذي يحبني يحفظ وصاياي، ووصاياي ليست ثقيلة. فهو كده الاستشهاد احتمال، الاستشهاد حب. شوف ريحة الشهداء جميلة ازاي في الكنيسة، حتى ان كنيستنا بنسميها ام الشهداء جميلة. الاستشهاد تضحية. ده بولس الرسول قال كل ما كان لي ربح حسبت نفاية لأربح المسيح. تضحية، ما أجمل التضحية من أجل المسيح. مرة صدقني كده واقف الواحد يفكر ويقول ايه؟ طيب الشهداء دول ضحوا بدمهم، والقديسين بأسهارهم وأصوامهم، والناس اللي كان عندها فلوس ضحت بأموالها، وأنا قدمت ايه ليك يا ربي لغاية النهاردة؟ تقبلش بس حتى أقدم لك حتى خطاياي وتقبلها، وديت اللي حلفي عشان تغفرها وتسامحني. هذه المرأة أحبت كثيرا فغفرت لها خطاياها الكثيرة. انت تفتكر يعني واحدة زي مريم المجدلية دي عشان تيجي تتحط في الموقف ده تحت رجلين ربنا يسوع المسيح؟ هي بتحبه. ده مش تضحية من عندها؟ تضحية. صدقني النهاردة ممكن نقول في ليلة العيد ده
يلا بينا نضحي، وانت اللي عارف انت تضحي بايه مش انا. كل واحد مننا عارف ايه اللي بيعوقه وايه اللي اغلى عنده من ربنا. ايه اللي اغلى عنده من ربنا والتضحية دولت يقول عنهم سفر الرؤيا لم يحبوا ذواتهم. فالاستشهاد هو في الكنيسة ما اتغيرش ولا هيتغير، والجهاد ضد الخطية حتى الدم أيضا نوع من الاستشهاد. والشاب اللي النهاردة هيعيش بأمانة للمسيح، والبنت اللي هتعيش النهاردة بأمانة للمسيح دي شهيدة، واللي هيرموا العالم في ورا ظهرهم مش هيتهزوا بحركات العالم ولا بطياراته الانحلالية دولت شهداء أيضا. واللي صممهم ان هم يشيلوا صليب ربنا يسوع المسيح ويمشوا وراه دول شهداء ايضا. وهكذا يا اخوتي يمكن كلنا ان نعيد عيدا روحيا في هذه الليلة بان نحيا كحياة هؤلاء القديسين. الليلة الكنيسة بتعيد بعيد شهادة القديس ماري جرجس المزاحم، ومهما انا كلمتك طبعا عن سيرته الاحسن انا افضل ان كل واحد يقرا سيرته في الكتاب الصغير اللي في المكتبة تحت، لأن في وصف دقيق وجميل جدا عن إزاي هذا الإنسان سرع ملكوت السماوات وأحب ربنا. ده كان تقريبا في القرن العاشر في نهاية الدولة الإخشيدية، وكان هذا الرجل طفل من أب غير مسيحي وأم كانت مسيحية، وجرت عادة غير المسيحيين في ذلك الوقت وخصوصا أصحاب المراكز الكبيرة أو الشخصيات الكبيرة في الدولة زي أبوه. فالشخصيات الكبيرة دي تقدر ان هي من حقها تغتصب اي امرأة وتتجوز، وكانت امه امرأة راجل شماس في الكنيسة، يعني امرأة تقية فاضلة. الشيطان دخل قلب هذا الرجل فاغتصبها من زوجها، ولكن ده حقيقي. طبعا انت مش قادر تتصور هذا الموقف، واحد يغتصب مرات واحد تاني قدام عينيه، ومش بس كده وكمان يعيش معاها وهي على دينها وهو على دينه، كتير خالص على نفسها. لكن ماذا يصنع الإنسان إذا سمح الله بتجارب صعبة زي دي، إذا سمح ربنا بتجربة صعبة زي دي؟ وكانت النفس دي أمينة للمسيح، الله لن يتركها أبدا. شوف حتى إيه، اعتبره جب أسود حتى إن كانت هي أمينة. لكن إذا كان من النوع الضعيف بتاع العصر بتاعنا ده، اللي واحدة تجري ورا واحد من غير عقيدتها لأي سبب من الأسباب، ده موضوع تاني خالص مش بنناقش في ده. ده نوع هزيل 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 أوي. لكن أنا بناقش الصورة الرائعة دي اغتصبت فعاشت، وطلبت منه إن هو يديها الحق إنها تروح كنيسة. قال لها حاضر. راحت الكنيسة ورجعت، راحت ورجعت، ورزقت منه ب9 أولاد، كان ثالثهم هذا الشاب مزاحم. ارتبط الولد بأمه جدا، وبالتأكيد هي كانت بتصلي من أجله كتير، وأعجبه منظرها يوم الحج وهي بتلبس ملابسها الجديدة وتروح مع زميلاتها ويحضروا القداس ويرجعوا. وأراد إن هو يرافقهم. في ليلة من الليالي تحمى وغير هدومه ولبس لبس جديد زيهم وتقلد سيفه، واصحابه قالوا له بكرة عندنا عزومة أو فسحة تعالى معانا. اللي اعتذر إنه تعبان وصار ورا أمه. فوصل لغاية الكنيسة لقى فيه هيصة وزيطة، كانت وقت التوزيع وساعة التناول. قال ايه ده؟ الناس بتعمل ايه ده؟ فأمه فهمته ان ده سر مقدس. قال لها عاوز منه؟ قالت له مش ممكن يا ابني لظروف كذا وكذا. فرجع الولد وضع في قلبه ان ينال هذه البركة. ما اقدرش اصور لك قد ايه الجهاد اللي جاهده عشان ياخد البركة دي. جاهد وتعب تعب عجيب جدا، ما اقدرش اقول لك بالتفصيل. 11 سنة بلا مأوى بلا بيت بلا مكان يبات فيه هو وزوجته، ويلف في كل مكان وتتكشف سيرتهم وينضربوا تعذبوا عذابات مريرة ويكملوا مشوارهم عايز. راح لابونا في الكنيسة قال له اعمل معروف انا عاوز اتغطس. قال له يا ابني انت تجيب لنا دوشة ليه؟ روح بعيد عننا. راح لواحد سأله قال له اعمل ايه؟ اذا كان انا مش عارف اوصل ازاي. قال له احنا عندنا في قانون كنيستنا لو شاب غلط مع انسانة غير مسيحية او العكس، الكنيسة بتعمل لهم صلوة مخصوصة وترشهم بالمية. صحيح مش عماد لكن حاجة شبيهة بالعماد. او الشخص المرتد ايضا اللي انكر الايمان، في صلوة مخصوصة على المية تترش عليه، يعني هي مش عماد لكن هي علامة التوبة والغسل. فروح انت اقول للاسقف ان انا غلطت الغلطة دي
عاوز اتغطس تاني وبعدين ازرق في وسط الناس. وقال له دي فكرة جميلة. فراح لليوسف قال له انا انسان شرير، في خطية كذا كذا وعملت كذا. قال له طيب يا ابني عاوز ايه؟ قال له عاوز اتغطس تاني. قال له لا، انت تقف هنا، انت اعمالك الوحشة ديت تستوجب عليك قانون وعقاب كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين تبقى تيجي انا اصلي لك على ميه واحطها تحضر القداس وارشك بيها، لكن ده مش عماد. قفل الباب في وشه. وبعدين اخيرا اهتدى رايه ان في يوم عيد العذراء 21 باقونه جرت العاده ان هم ينصروا الاولاد في اليوم ده. خلى الكاهن بمال المعموديه بينصر الاولاد، وطلع بره ونزل هو اتغطس في الميه 3 مرات، وافتكر حسب تفكيره البسيط ان هذا يكفي لكي يكون بالنسبه لي عماد. كمل المشوار بتاعه وطلع، ابتدت تطلع السيره بتاعته. جابوا ابوه وقال له يعني الموضوع ده يساوي قطع رقبتك على طول مباشره. فطفش من البلد حسب راي بعض احبائه، ومشي لبلد قريبه من المنصوره اسمها بساط النصارى، وهناك وجد كاهن تقي عاش عنده يخدم في بيته. وفي الاخر الكاهن زوجه بنته، وكانت بنت فاضلة تقية جدا. وهذه المرأة الفاضلة لعبت دور كبير جدا في حياته. لما ظهرت ريحته فقبضوا عليه، لكن مرات ربنا في الأوائل كان ماشي معاه خطوة خطوة فكان بينقذه. بعد ما قبضوا عليه وقدموه للمحاكمة وأخدوه عشان يودوه للوالي، إذ بواحد يجري وراهم في السكة ويقول لهم لا، الوالي بيقول لكم رجعوه تاني. فرجعوه تاني للوالي. رجعوا للحاكم قالوا له انت بعتلنا، قلت له ما توصلوش للوالي، رجعوه تاني ليا. قال ابدا ما بعتلكمش. امال ايه اللي حصل؟ وبعدين ملاك ربنا ظهر في شكل انسان، فرقهم بسرعه وقال لهم يا جماعه يلا فضوا الموضوع ده. فكانت التجربه خفيفه. لما رأى ربنا بيحتملها ابتدى يزود له شويه. المره الثانيه اتمسك، وبعدين اتهموا مراته وهي لها دور في الموضوع، فضربوها ضرب مبرح وخربوا بيتها تخريب كامل. واخذوا هذا الانسان وضربوه، عذبوه بعذابات كتيره وتركوه بين حي وميت. وكمل مشواره الى ان هو وصل للمحله، وهناك اشتغل عند راجل بيعصر رصيد. اتلم العمال وفهموا قصته فضربوه. فجاه صاحب العمل قالوا له واحد من العمل بتاعك ده حي موتوه، فالحق. فاخذ بعضه ومشي، اخذه عنده في بيته. وهو كان له قصد سيء ان هو في يوم الجمعه او في يوم يعني اجتماع الناس يجيب الولد، يجيب مزاحم ده ويحرقوه في وسطهم. ففي واحد من العمال اسمه عار في وسط المصنع علم بهذه الاخبار ورجع قال له كذا كذا، فالحق اهرب. فهرب راح ناحيه طنطا، بلد اسمها محل تروح، وبعدين راح بلد اسمها سبرجين في طنطا، وبعدين تتبعوه ايضا فراح لبلد اسمها طنطا الجزيره في القليوبيه، وهناك التقى بالكاهن، كان كاهن تقي فيها وعرفه قصته فأعاد عماده وريح قلبه. وهكذا مرات كتيرة خالص. يعني كل ما يروح في مكان يمضي شوية وقت لغاية لما تتكشف سيرته يهرب، لغاية لما قبض عليه ورجعوه للوالي أيضا مرة تانية في بلدة دميرة في ريف دمياط. فدخل عند الوالي عاوز إيه؟ مسكوه ضربوه ضرب مبرح وجرحوا جسمه وضربوه بأسياخ من حديد فتمزقت جسمه. وإذ بالست العذراء في الليلة ديت تظهر له وتطيب خاطره وتشفي كل جراحاته. ففرح جدا. وفي تاني يوم حكى لمراته القصة دي لما جت تزوره في السجن، وبص لقوا كل الجراحات والأتعاب اللي كانت فيه راحت خالص، اللي احتملها من أجل اسم المسيح. فتقوى وتشجع جدا. تضايق الوالي فجاب عنده راجل عسكري، انما راجل شرس جدا، وقال له تعذب الراجل ده، راجل مغربي شرس. فربط رقبته بحبل وجه معلقه من الحبل ده في كاري مركب. وبعدين الوالي قال له انا مش شايف وشه، انا عاوز اشوف وشه شكله ايه. قال له حاضر. فراح مسك رقبته ولواها فترقعت لدرجة كل اللي موجودين سمعوها عشان الوالي يشوف الوش بتاعه. وفي الاخر ايضا نزل ورجع وظهر له الملاك مخيل وطيب خاطره وشفاه من جراحاته، وبعدين ربنا فك اخره. وهكذا تكررت هذه الامور مرات كثيرة جدا في عذابات متواصلة، وفي كل مرة يزداد ثبات ومحبة للمسيح. وفي نهاية الأمر تقدم للاستشهاد ونال إكليل الشهادة. وكانوا اكتشفوا إن هو كل ما يقول، كل ما يقدموه يضربوه، فيقوم يقول يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح ارحمني. فقالوا ده هو ده الاسم اللي بيخليه ينجو من الضيق
ما خلوش ينطق الاسم ده. راجل شرير اكتشف هذا الاكتشاف، فجاب حتة حجرة كده مخرفشة وحطها في بقه وضغط عليها عشان ما ينطقش تاني هذا الاسم، فكان يقول بقلبه: يا رب يسوع المسيح أعني. وفي آخر الأمر حطوا عليه زيت المغلي الزفت وقدموه للاستشهاد. وفي الليلة دي ظهر له السيد المسيح له المجد ومعاه ملائكته القديسين وأم النور الست العذراء، ونوروا عليه مكان سجنه وقالوا له: بكرة هتنال الإكليل العظيم. وربنا أكرم زوجته إكرام كبير خالص، إن هي وقفت تتفرج على المشهد الرهيب ده من فوق سطح منزلها، فإذ بها ترى القديس مرتفع ورجليه مش على الأرض، مرتفع لفوق كده. ففرحت وتهللت وشافت الأكاليل نازلة على راسه، وقطع رأسه ونال إكليل الشهادة. وجابوا زفت وحاجات عشان يحرقوا الجسد، لكن ربنا كان بيطفي النيران. ولما تعبوا معرفوش يحرقوا جسده، قطعوا جسمه قطع ورموها في البحر. وشاءت إرادة ربنا أن تتجمع هذه الأجزاء ويجمعها أحد المؤمنين ويوصلها مرة تانية. لما نزلت في البحر المسافة بعيدة رجعها تاني إلى بلدة بساط النصارى عند زوجته، فعملت له قنديل وحطت الجسد، وكانت تقدم الشكر لربنا وترفع الصلوات والطلبات أمام الله. وكانت أمه في الوقت ده تعبت جدا، وإذ بها تجول في البلاد تصرخ وتقول: فين ابني فلان؟ وإذ بها في طريقها عند بلدة المحلة تقريبا يظهر لها إنسان ويقول لها: يا ستي أنت عاوزة تروحي فين؟ قالت له: بدور على جسد ابني. قال لها: مشي مع الاثنين اللي ماشيين دولت وهم رايحين نفس المكان هيوصلوك. قلت لهم: طيب. وراحوا هم، وراح الراجل ده وصل الاثنين دولت، قال له: خدوا بالكم من الست دي، توصلوها بسلام للمكان الفلاني عند فلانة عشان هي قصد هذا المكان. قالوا له: طب وانت مين؟ قال لهم: انا ملاك الرب ميخائيل، جيت عشان اعينها في وقت ضيقتها. فالرجلين رحبوا بيها ترحيب عظيم جدا، وقالوا لها: يا ست احنا تحت امرك. فلما لقت هذا الاهتمام قالت لهم: ايه الحكايه بتاعتكم؟ ومين قال لكم عليا؟ وحكوا لها قصتها. قالوا لها: الملاك ميخائيل حكى لنا ما هو كان ماشي معاكي وانت ما كنتيش واخده بالك. الى ان وصلت الى بلده بساط النصارى فوجدت جسد ابنها في البيت، وزوجته الامينه مولعه له الانجيل وبتقدم الصلوات وتطلب الشفاعات بتاعته. ففرحت وتهللت وبركت ربنا اللي هو اعطاها هذه النعمه ان هي تتبرك بجسد ابنها. هكذا احبائي ستظل سيره هؤلاء القديسين العطره ريحه جميله تفوح في الكنيسه، تقوي عزيمتنا وتشدد ركبنا المخلعه، ونقف قدامها كده مكسوفين ونقول: ماذا يا رب يضحينا من اجلك؟ وماذا احتملنا من اجلك؟ وماذا قدمنا ليك بجانب هؤلاء؟ هل احنا جاهدنا ضد الخطيه حتى الدم؟ هل ضحينا بشيء ولا حبينا حاجات كتير اكتر منك ودخلت في قلبنا؟ هل حقيقي نقدر نقول ليه الحياه هي المسيح والموت هو ربح؟ هل احتملنا زي ما احتمل ابائنا؟ يا رب يعطينا في الليله ديت ببركه قديسنا العظيم ماري جرجس المزاحم ان انت تنعم علينا بروح ابائنا القديسين الشهداء لكي نحيا كحياتهم ونسلك كسلوكهم، وهم يشفعوا فينا بصلواتهم امام عرش ربنا يسوع المسيح. لإلهنا المجد الدائم الى الابد.